مارسيل شاطرة جدا، رسمت الكورساج ورسمت على أساسه الكم. الأول نمبر 1 عملت فيتنج بعد لما رسمت الكورساج علشان تشوف حردة الجيرو دي مناسبة للجسم ده ولا لا، في حالة ما الكورساج ده هيتلبس بلوزة كات. اوكي، بعد كده نفذت الكم على أساس الكورساج، على أساس التشريح بتاع الجسم، وفي شوية حاجات كده قبلتها واتكلمنا فيها. وتعالوا نشوف هومورك مارسيل مع بعض. أنا بحب جدا لما الستودنتس يقعدوا يشتغلوا على الهومورك بتاعهم ويظهر معاهم حاجات تقف معاهم ويسألوا. بعرف ايه اكتر حاجة ممكن تكون بتقف مع الناس، وممكن تكون مش واقفة مع الناس ولا حاجة، هي بس مجرد ان السؤال لو حصل كذا اعمل ايه، اتصرف ازاي. دلوقتي مارسيل بتعمل هومورك بتاعها، وقف قدامها حاجتين، قالت لي انا دلوقتي لقيت ان قياس العضلة بتاعة الكم محتاج يقل. احنا في الغالب اللي بنكتشفه انه محتاج يزيد، الطريقة اللي بنشتغلها perfect fit. قالت لي لا محتاج يقل، قلت لها عادي بتحصل برضو، قللي. اوكي، يعني بدل ما هو بادي من هنا هيدخل لجوه شوية، هيبقى بادي مثلا من هنا. اوكي، وعلى اساس ده ترسم حردة الكم، تظبط الحردة من فوق. حاجة تانية مش عجباها، هي وهي بتظبط الكم اكتشفت ان عمال يبقى فلات، عمال يحصل له ان هو ينزل لتحت كده ويبقى فلات. تيجي تظبط اكتر، حصل برضو ان هو نزل لتحت اكتر وبقى فلات. قالت لي ايه شوية وهيتبطط يعني. قلت لها عموما في الكاجوال بتحصل، اذا حاسة ان ده فلات لدرجة ان لما بتيجي تلبس البلوزة مريحة اوكي، بس في نفس الوقت في اكساس فابريك كتير تحت الابط، منظر مش عاجبك، ايه اللي هيحصل؟ هي عايزة ترفعه، عايزة ده يعلى لفوق اكتر. فالسؤال هنا مش هيبقى مناسب اللي هي الحردة بتاعة الجيرو اللي معمول على اساسها. ما احنا بنشتغل على اساس الكورساج ده حردة الجيرو فيه قد ايه يا جماعة؟ حردة الجيرو وحردة الكم احنا اللي بنتحكم فيهم بمزاجنا. يعني الأول بنشتغل، بيطلع معانا حاجات محتاجة ان احنا نظبطها. زي هنا كانت قياس العضلة كان 39، وهي لما قاست العضلة بقت 31. اوكي، فالفرق اللي ما بينهم هي المفروض هتسبتراكت وتحطه. اوكي، علشان تعمل دي مظبوطة، بس احنا مش بنحطه يعني مظبوط قوي 31. انا قلت لها زودي عليه 1 أو 2 سنتيمتر علشان يعني برضو الكاجوال محتاج يكون فيه راحة اكتر. 1 أو 2 مش هيبقى منظره واسع قوي ومش مظبوط على الجسم، بالعكس هيبقى شكله حلو برضو. فدي هي هتتصرف فيها. ايه كمان فكرة ان ده عمال بيبقى فلات، يعني كل ما تيجي تظبط الشغل بيبقى فلات. احنا عايزين نرفعه، نقدر. اوكي، طبعا ما نقلبوش كومي كلاسيك مرة تانية، لكن نرفعه شوية، ما جراش حاجة. لو لقيت ان هنا انا وانا برفعه لقيت ان ده بقى اكبر من حاردة الجيرو، اوكي، زادت عنها، انا اقدر انزل شوية لتحت وافتح حردة الجيرو. اوكي، دلوقتي لو انا بشتغل لقيت ان يعني انا عايزة انزل لتحت شوية واخليه يعني الكيرف يكون مرتاح اكتر، متبطط زي ما بنقول. فدي انا مثلا وانا بعمل ده اكتشفت ان هيفرق برضو عن حردة الجيرو بتاعة الكورساج. ممكن اطلع لفوق حسب اللي بيحصل معايا اتصرف. اوكي، فانا هفضل اغير واعمل فيتنج، اغير واعمل فيتنج واقيس. يعني انا فيتنج يعني اقيس على الجسم واشوف حركة الدراع والراحة، واذا في اكسس فابريك تحت الابط يبقى مفيش داعي ان احنا نعمله فلات كده تحت، نرفعه شوية، ما نرفعوش قوي، لان لو رفعناه قوي دخلنا في الكوميك كلاسيك.
مش هيبقى كاجوال، هيضايق في اللبس. الكلاسيك مش بيضايق، لكن هو احنا بنتحرك كتير جوه الكاجوال، فالمفروض ان احنا يعني ما نرفعوش قوي لفوق، ونفضل نشتغل على حردة الجيرو مع حردة الكم لغاية لما نظبط الشكل. أهم حاجة قياس العضلة مظبوط. هنا بقى نبتدي نشتغل عليه الحردات دي علشان نظبطها. في الآخر الموضوع لعبة وفي إيدينا، وإحنا يعني كل حاجة إحنا ممكن نتصرف فيها. الكاجوال يا جماعة هو ده اللي فيه تحديات، مش عايزة أقول صعوبات. باترون فلات وبنظبطه على الجسم، بنخليه perfectly fitted على الجسم. فإزاي نعمل كده؟ نقعد نلعب بس، مش أكتر. مش أنا قبل كده جالي ذهول قبل ما ابتدي باترون وخياطة خالص، وفكيت بلوزة من عندي ولقيت الكم بتاعها بالظبط زي ما انتوا شايفين كده. هو ده المنظر، ده الماس برودكشن، وده أنا اتكلمت فيه في فيديو قبل كده اسمه كم المصنع. فالفكرة بتاعت كم المصنع إن هم عندهم إنتاج ضخم، بيعملوا أعداد كبيرة قوي من الملابس الجاهزة، فلو قعدوا دققوا في اللي أنا بحكيه لكم ده مش هيخلصوا شغلهم أبدا. فبيطلع الماس برودكشن زي ما انتوا شايفين الكم بتاعه كده تخين حلو، يعني يدخل في أي حد. لكن لما نيجي نعمل حاجة perfectly fitted على الجسم لازم نظبط الكم مع حردة الجيرو، نعمل منظر كويس. هو ده اللي بيميز الحاجة اللي احنا بنعملها في البيت أو في الأتوليه عن الملابس الجاهزة. Perfect Fit Workbook في منه نسخة مجانية، أول 20 صفحة هيحطوكم على أول الطريق علشان يبقى عندكم tools تعرفوا منها تصنعوا كمام مظبوطة على الجسم. تواصلوا مع شيك أكاديمي سبورت تيم، هيوروكم ازاي تنزلوا نسختكم المجانية من الكتاب، وهيبعتوا لكم الفيديوز اللي هتنفذوا منها التدريبات اللي في النسخة المجانية.